بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية من سورة البقرة، هذه الآية التي سمعناها الآن من سورة البقرة، وهي السورة الثانية في المصحف في ترتيب المصحف الشريف. يقول ربنا تبارك وتعالى ذاكرا حال الناس أول ما كانوا، حال الناس، حال البشر، آدم وبنوه وأجيال. قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، كانوا على دين واحد، دين عبادة الله تبارك وتعالى. وقد ذكر لنا القرآن قصة خلق آدم عليه السلام، إن الله خلق آدم من تراب، ثم خلق منه زوجه حواء وأسكنهما الجنة، وكان من أمرهما ما كان، ثم أنزلهما إلى الأرض، وكان منهما ذريتهما وتناسل. ذريتهم أو ذرية آدم كانت على دين آدم، وآدم عليه السلام هو أول نبي، هو أبو البشر وهو أول نبي. كان موحدا عابدا لله تبارك وتعالى. ولكن لما تطاولت الأزمنة جاءهم الشيطان فاجتالهم وفتنهم عن دينهم، فأشركوا بالله وعابدوا غير الله تبارك وتعالى. فهذه الآية تقرر هذه الحقيقة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما وقع منهم الاختلاف فاختلفوا، كاين حذف لكن السياق يدل عليه، فبعث الله النبيين. لما وقع الخلاف، والخلاف في الحق، بعث الله الأنبياء. ما هي وظيفتهم؟ أنهم يبشرون المؤمنين وينذرون الكافرين المشركين. فبعث الله النبيين مبشرين، حالته حالة كونهم مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، أيدهم بالوحي، أيد هؤلاء الأنبياء بالوحي. الكتاب كلام الله تبارك وتعالى، منها التوراة والإنجيل والزبور، وآخر الكتب المهيمن على هذه الكتب هو القرآن الكريم الذي أنزله رب العزة سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل معهم الكتاب بالحق. الكتاب يمثل الحق، وما ليس في الكتاب هو ضد الحق، أي الباطل.
أنزل الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليكون هذا الوحي، هذا الكلام، كلام الله سبحانه عز وجل، حكما بين الناس فيما وقعوا فيه من الخلاف والاختلاف، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، أي الذين اختلفوا عن الحق، والذين غيروا وبدلوا وكفروا وأشركوا وارتدوا، ما كانوا ليضلوا عن جهل، بل ضلوا وهم عالمون بالحق، لأن جاءتهم الآيات البينات وبين أيديهم الكتاب، ولكن دفعتهم الشهوات وحبهم للدنيا إلى مخالفة الحق، فظلموا وبغوا، فوقع منهم الاختلاف، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا، ظلما، اعتداء، بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه بالقرآن الكريم. هدى الله أهل الإيمان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلفت فيه الأمم السابقة من الحق، فكان القرآن عاصما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الزلل والانحراف والاختلاف، شرط أن يحكموا به، أن يعملوا به، وأن يسيروا عليه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه عز وجل، والله هو الهادي، فلا هادي إلا هو سبحانه عز وجل. والأنبياء هم مرشدون، يرشدون إلى الخير، يدعون إلى الخير، والعلماء من بعد محمد صلى الله عليه وسلم يقومون بواجب الدعوة والتربية والتوجيه والتعليم، ولكن الهادي من هو؟ هو الله سبحانه عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي الهداية الإيمانية، والإرشاد يمكن يسموه هداية. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد الضالين إلى صراط مستقيم، هو الإسلام، هو التوحيد. قال سبحانه في آخر هذه الآية: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام تقرر حقيقة أن البشر كانوا على دين التوحيد، حتى جاءتهم الشياطين الإنس والجن ففتنتهم عن الحق، ولما في النفوس من ضلال أو من انحراف وبغي اختلفوا، فبعث الله نتيجة الاختلاف رحمة منه الأنبياء والمرسلين، وظيفتهم أن يعلموا الخلق، وأن يبشروا المؤمنين، وأن ينذروا الضالين المشركين. وكان آخر هؤلاء الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في آيات أخرى: وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكان محمد صلى الله عليه وسلم آخر هؤلاء الأنبياء، وأنزل معه الكتاب كما أنزل على الأنبياء السابقين له بالكتب، وكان الكتاب هو القرآن، والكتاب هو العاصم عن الاختلاف الذي ينقل الإنسان من الحق إلى الباطل، من عبادة الله إلى عبادة الشيطان والنفس والهوى والأشجار وما إلى ذلك من المعبودات من دون الله. هو الكتاب، هو القرآن الكريم. فأيقنا أن الصراع ما بين الحق والباطل في هذه الدنيا مهما تغيرت الصور ومهما اختلفت الأزمنة والأمكنة،
فهو واقعة بين الحق والباطل، بين من يسير على الكتاب ومن يجعل الكتاب وراء ظهره ولا يبالي به، بل ويخالفه ويفتن من يكون على الكتاب. فكان الصراع قائما منذ القديم بين الحق والباطل، فعلى أهل الحق أن يثبتوا على الحق الذي هم به، وهذه هي الأمانة التي حملنا الله إياها كبشر. أمانة التوحيد، ولكن أمانة التوحيد أن نوحده ولا نشرك به قائمة على الاختيار ليس على الإكراه. قائمة هذا التوحيد باش نعبد ربي سبحانه عز وجل قائم على الاختيار، على أن تعبد الله مختارا، أنت مختار ليس مكره، مثل ما خلق الله المخلوقات الأخرى سواء الجمادات أو الحيوانات أو الملائكة وغير ذلك، فهي مجبولة على أن تكون كما أمرها الله سبحانه عز وجل، لا تفكر في الخروج والعصيان والاختلاف، بخلاف الإنسان والجان. الإنسان والجان أيضا، الإنسان نحن نتكلم عن الإنسان جعل الله له قدرة على الاختيار وتمييز، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالكفر والإيمان يعني هو ابتلاء لهذا الإنسان أيها الإخوة الكرام، ولهذا جاء الصبر، ونحن في شهر الصبر. الصبر على أن تعبد الله، أن تصبر، وأن لا تطاولك الطريق، وأن لا تتطاول عليك الأزمنة، وأن لا تظن يعني ما يلقي لك الشيطان في نفسك وغير ذلك من الشبهات، وتظن أن هذه المسألة ليست حقيقة. هناك صراع بين الكفر والإيمان، بين عبادة الله وعبادة الأوثان وعبادة المعبودات بصفة عامة. فالمؤمن متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يصبر على الحق. ومن صور الصبر استحضرت حديثا واقعة كانت في الصحابة، في أوائل الصحابة رضي الله عنهم، في من دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبادة الله، وكانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وغير ذلك. هذا الصحابي الجليل هو الخباب بن الأرت رضي الله عنه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن الصحابي الجليل رضي الله عنه خباب بن الأرت قال: شكونا، يعني هذه في الفترة المكية، في فترة كانوا مستضعفين وكانوا قلال، وكانت قريش تضطهدهم وتعذبهم على أن يتركوا هذا الدين، وعلى أن يعودوا لعبادة ما كانوا يعبدونه من الأحجار والأشجار وما إلى ذلك. قال: شكونا، أي الصحابة رضي الله عنهم، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، أي ذهبنا إليه لنشتكيه ونطلب منه في شكوانا هذه، نطلب منه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم متوسدا في المسجد الحرم المكي في ظل الكعبة، كان في جهة الظل للكعبة، وقد جعل برده لباسه برد، يعني وسادة توسده وجعله تحت رأسه. فجاءه الخباب بن الأرت ومعه بعض الصحابة، لأنه يذكر بالجمع، شكونا نحن جماعة، وكانوا مستضعفين، كانوا قلة، وكانوا تحت التعذيب. قلنا له، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني هذا موش توبيخ له، ولكن طلب: يا رسول الله، أنت مستجاب الدعوة، وأن مقامك مقام عالي عند الله سبحانه عز وجل، هل دعوت لنا ربنا تبارك وتعالى؟ هل استنصرت لنا الله تبارك وتعالى حتى ينصرنا ويكف عنا عذاب قريش ويهلك قريش ويذهب ببكرة أبيهم؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعدما استوى قاعدا، في رواية أخرى قال: كان الرجل في من قبلكم
كان الرجل في من قبلكم أي في الأمم السابقة من الموحدين، كان موحدا، ولكن في أمم كافرة كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، أي كان الرجل المؤمن في من كان قبلكم من الأمم الكافرة الملحدة المشركة الضالة المنحرفة المختلفة عن الحق، كان يؤتى بهذا الرجل المؤمن تحفر له حفرة في الأرض، فيجعل فيها ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، توضع المنشار فينشر من أعلى رأسه إلى أسفل حتى يسقط قطعتين. قال صلى الله عليه وسلم: وما يصده ذلك عن دينه. صبر عظيم، يصبر على المنشار. أكيد أنه لما يوصل المنشار إلى مرحلة ما يموت، ولكنه أكيد في بداية الحال سيحس بألم المنشار وهو ينشر ويقطع رأسه ومخه وعظامه وجلده وهكذا، فلا يزحزحه ذلك عن دينه وعن إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: وما يصده ذلك عن دينه. ويمشط ويؤتى بالرجل الآخر يوضع في الحفرة أيضا ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. أمشاط الحديد، الناس اللي يخدموا الحدادة لما يخدموا الحديد هذوك يعرفوا مشطة تاع الحديد اللي يقلعوا بها الصدا كيش دايرة خلاص. فيؤتى بأمشاط الحديد ويمشطون به هذا الرجل المؤمن، ويبدأون بجلده ثم شحمه ولحمه حتى يصلون إلى عظمه ويمشطون فيه، ولا يصده ذلك عن دينه. قال: ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر. ما هو الأمر؟ أمر التوحيد، أمر الإيمان، أمر الإسلام. لا، ربي سيتم، وقسم سيدنا رسول الله بالتوكيد القسم: والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، مسافة بعيدة طويلة بيقسموه. لا يخاف الإنسان الراكب إلا الله أو الذئب على غنمه، لأن غريزة. لا يخاف قطاع الطرق ولا يخاف من يفتنه عن دينه إلا ما كان من الغريزة أن يخاف على غنمه من أن يأكلها الذئب. ولكنكم تستعجلون وخلق الإنسان من عجل. هكذا يقول ربي سبحانه عز وجل: إنسان عجول يريد أن يرى النتائج وأن لا يقدم التضحيات. نحن لابد أن نفهم، نحن نعيش يعني هذه الدار دار ابتلاء ودار امتحان، وحياتنا قائمة مهما كنت ومهما عشت، فقير غني كبير صغير، في زمن كذا وفي أرض كذا، المسألة قائمة على إما أن تكون عابدا لله أو أن تكون كافرا به. فاختار أيها المؤمن أن تكون عابدا لله. وكي يقولوا عابدا لله حاملا لرسالته، حاملا لهذا الدين، لأن العابد لله عليه بصمات وعلامات ومعرفات الإيمان، فهو رسول لدينه، رسول يحمل هذا الدين حيثما اتجه وحيثما توجه، لأنه هذا الدين لما يدخل القلب ويصبغ في القلب ويدخل للعظام ولحم الإنسان ويجري في عروقه، تصير الدين هذا الموجود في القرآن الكريم، موجود في الكتاب، تصير أحكام القرآن وخلق القرآن في هذا الرجل. وربي قال عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن نعرف أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا الشهر العظيم وفي منتصف هذا الشهر، في اليوم 15 من هذا الشهر، يعني وهذا الشهر شهر الصبر وشهر القرآن.
نحن نرى إقبالا على المساجد لسماع القرآن. لماذا يقبل المسلم على المسجد؟ لسماع القرآن ولا لسماع الألحان. ولا يعني هذا أن لا نزين أصواتنا بالقرآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، وفي رواية زينوا القرآن بأصواتكم. زينوا القرآن بأصواتكم، في رواية قلنا زينوا القرآن بأصوات، أي زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن. فتزيين الصوت بالقرآن والقراءة كما على قوانين التجويد، والتجويد لمن يحسن قراءة القرآن فرض لازم كما قال أهل العلم، ومن لم يجود القرآن فهو آثم. ولكن القرآن تجذبنا نحوه هدايته وأحكامه وأخلاقه، نتخلق بأخلاقه ونتلبس بأحكامه ونتزين بهدايته. هذا هو القرآن الكريم. ينبغي أن يكون القرآن هو الحافز لعملنا والدافع لفعلنا. فالمسلم يحمل هذه رسالة الإسلام وهو حامل للقرآن، سواء كان يحفظه كله أو يحفظ بعضه أو يحفظ حتى صور قليلة. ولكن هذا القرآن لما يخالط هذا المؤمن يصير هذا المؤمن له نفس القرآن، له نفس القرآن، فهو موحد لله، وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سفير لدينه حيثما كان، يحمل هذه الرسالة بين أضلاعه وبين وفي عقله وفي لسانه، فهو مؤمن حيثما كان وحيثما حل. وأكيد سيتعرض لهذه السفارة، لهذا التمثيل، لهذا حمل الأمانة التي حملنا الله إياه، سيتعرض للفتنة وللابتلاء، فعليه أن يصبر. والصبر كما يصبر على أذى الكفار والمشركين، يصبر على الطاعة، على ملازمة الطاعة ولا يتركها، يصبر على ترك المعاصي ولا يقترف المعاصي، يصبر على أن يكون مع إخوانه المؤمنين. إن الذي يخالط الناس، هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وخلاصة المسألة في هذه الحصة هو أن المسلم ينبغي أن يكون حاملا لهذا الدين. اللهم استخدمنا في دينك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آتنا رشدنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. ربي لنا إخوان في فلسطين جوعان قتلهم الجوع والعطش، كن لهم يا رب العالمين، وإنك عليم بهم منا وأنت أعلم بهم منا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم كثر سوادهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم اكسهم، اللهم آمن روعاتهم يا رب العالمين. اللهم مكن رقاب أعدائك وأعدائهم لهم، واجعل أيديهم تبطش بهم. اللهم اجعل النصر يسري ويجري على أيديهم. اللهم انصرهم وانصر الأمة كلهم. اللهم اشف صدور مؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.